السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظكم. وإياكم. في رجل قال لزوجته أنت طالق إذا فعلت كذا قبل كذا، فبعدين يقصد التهديد؟ إيه؟ يقصد التهديد؟ لا، هو قال أنا في نيتي إن أيوه بيهددها يعني بالحلفان. لا يعني أيوه يقصد التهديد، ما يقصدش إنه يطلق فعلا. والله يعني لا أدري، ممكن أسأله. طيب على العموم، وبعد ذلك وبعد ذلك هي طلعت مشوار لكن ما عملتش الحاجة اللي هو علق عليها يعني. طيب. طلعت مشوار ورجعت عملت الحاجة اللي هو حلف عليها، فبيسأل هو كده وقع الطلاق ولا لا، مع ان هي ما عملتش الحاجة الأولى اللي كان يقصدها. وماذا قال بالضبط؟ قال أنت طالق إذا فعلت كذا ولم تفعل. لم تفعله، هي فعلته. أنت طالق إذا فعلت كذا، يقصد أبد الدهر ولا يقصد زمنا معينا؟ لا معلق على شيء آخر، إن فعلت كذا قبل كذا. طيب، وفعلت كذا بعد كذا ولا قبل كذا؟ لا قبل. يعني أوقات له اليمين ويكفر كفارة يمين كذا، إنه يهدد.